انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي تحت 17 عام على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام. المقامة بس منه وصل لك الفيديو. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ندخل بقى على 120,000 مشتركة وليا كالفيسبوك في أو الكومنت اعمل لي. الإعلام الجزائري في كل صفحاته حرفيا صدم أن المنتخب المغربي يقدر يكسب منتخب كبير وقوي جدا زي جنوب إفريقيا هدفين دون ردة، وفين كمان على إر الجزائر بعد عمليات الشوشرة من الإعلام الجزائري على المنتخب المغربي ليدخل بطيران مباشر أو ما يدخلوش، ولكن المنتخب المغربي وصل ومصفي دهمه تماما وعينه على لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عام. معهم كبيرة عمل خطة ممتازة، لعبوا مباراة عالمية لسود الإطلسي وإشبال الإطلسي أمام جنوب إفريقيا البافانا. طبعا قلق الإعلام الجزائري يكمن في أن منتخب الجزائر تحت 17 عام بلامس في المباراة الافتتاحية فاز على الصومال بشق وأمام جماهيره بهدفين دون رد، وبيعتقد حاليا أن لهوش منافس في هذه النسخة لحد ما أعلن المنتخب المغربي أنه هيشارك في هذه البطولة بعد توفير كل رغباته وكل شروطه بطيران مباشر لراحة لاعبين. وصلوا بحمد الله إلى الجزائر على اللقب من قلب الجزائر، وهتكون حاجة كبيرة جدا. مدرب المنتخب المغربي سعيد شباتة، وقبل المشاركة في كامل الجزائر تحت 17 سنة كان له تصريحات قوية جدا، وقال لك إحنا عايزين نكسب كأس العالم تحت 17 سنة، مش كأس إفريقيا. بازن الله. اللقب هيكون لنا تحقيق وتوفير كل شروطنا من قبل الجامعة المغربية برئاسة فوزي. رجع فوز المنتخب المغربي اليوم وبهدفين على جنوب إفريقيا بعيدا عنه دق ناقوس الخطر كل المنتخبات الإفريقية المشاركة في هذا الكان غير أن المنتخب المغربي الحقيقة مجموعته من المجموعات الصعبة، معه غير جنوب إفريقيا المنتخب القوي كمن منتخب نيجيريا والمنتخب الزامبي. فنعتقد المنتخب المغربي قدروا يتصدر هذه المجموعة بنسبة كبيرة جدا. بإذن الله هيكون في نصف النهائي والنهائي ويحقق اللقب كمان. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس الفيسبوك في أول كومنت اعمل